السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. الساحة الفنية زي ما بتظهر وجوه جديدة بتطفي وجوه كانت من فترة بسيطة فنانين ولهم وجود قوي على الشاشة، وحبينا من خلال الحلقة دي إننا نسلط الضوء على الفنانين دول اللي للأسف ما بقوش موجودين على الساحة زي الأول، وحبينا نذكر أدائهم اللي استمتعنا بيه. وحبينا برضو من خلال الحلقة إننا نسأل هم فين وما بقوش موجودين ليه زي الأول في ظل وجود أنصاف مواهب زي اللي بنشوفها. بصراحة هم أولى. ولكن من غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بنجم زي طارق الدسوقي، الراجل اللي أمتعنا كتير خلال فترة التسعينات، وكان ليه أعمال درامية قوية، وحتى الأعمال نفسها كانت لها موضوع هادف وممتع. نذكر منها مثلا مسلسل السقوط في بئر سبع عام 94. مسلسل كان ممتع وفيه مزيج من الإثارة والجاسوسية، وكمان هو منقول من واقع ملفات المخابرات العامة. وكمان مسلسل أبو العلا البشري عام 96 كان عمل اجتماعي جميل وكمان ناقش قضايا مهمة. وده كمان غير مسلسل وما زال النيل يجري عام 92، واللي كان مسلسل درامي شيق ومليان احداث ممتعه. ده غير مسلسل سعد اليتيم وكمان الامام الترمذي وكمان فيلم ناظر 56 وغيرها اعمال كتير جميله وكلنا استمتعنا بيها. برضه حابين نسال عن الفنانه آثار الحكيم اللي اخر عمل ليها كان مسلسل الوتر المشدود عام 2009. وبصراحه حابين نسال ازاي فنانة زي آثار الحكيم مش موجودة على الساحة الفنية دلوقتي في ظل وجود فنانين ما عندهمش ربع الموهبة اللي عندها. تاريخ آثار الحكيم غني عن التعريف ومليان أعمال درامية وسينمائية زي فيلم النمر الأسود وكمان قاهر الزمن اللي كانت فكرته تعتبر غريبة عن السينما المصرية وقتها، وكمان بطل من ورق والحب فوق هضبة الهرم ولا أكذب ولكني أتجمل. برضه مسلسلات ممتعة زي زيزينيا والليالي الحلمية وأبناء الأعزاء شكرا، وكمان المسلسل الخفيف ترويض الشرسة ونحن لا نزرع الشوك وكمان الفرار من الحب وغيرها أعمال كتير جميلة. وبرضه من الفنانين اللي عدم وجودهم يعتبر لغز كبير الصراحة الفنانة الكبيرة عبلة كامل. وبصراحة مش فاهم ازاي قامة كبيرة زي عبلة كامل مش متواجدة سينمائيا ولا حتى دراميا. كل شويتين نسمع عن وجودها في عمل كبير بيتعمل وبعدين يطلع فرقعة دعائية وهكذا. طبعا مهما اتكلمنا عن أعمال عبلة كامل عايزين لنا على الأقل 4 أو 5 حلقات، ولكن نذكر من أعمالها أفلام مثلا زي يوم مر ويوم حلو وهستيريا وعرق البلح وسواق الهانم وكمان فيلم سارق الفرح وغيرهم كتير. لو حبينا نتكلم عن المسلسلات فحدث ولا حرج، تقريبا كل مسلسل سايب بصمة في قلوب الناس هتلاقي عبلة كامل متواجدة فيه. مثلا لن أعيش في جلباب أبي وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي وليالي الحلمية وكمان المال والبنون، ضيف عليهم أبناء ولكن وكمان ضمير أبلة حكمت وغيرهم كتير وكتير مش هنخلص لما نيجي نعد. ونيجي بقى للفنان المحترم توفيق عبد الحميد اللي صعب تلاقيه له عمل وحش او دور اي كلام، ومره سمعنا شائعات عن حالته الصحيه ومره تانية يطلع تكذيب. وفرضا لو قلنا ان حالته الصحيه كويسه، فازاي فنان زي ده مش بيشارك في الاعمال حاليا؟ فنان زي توفيق عبد الحميد له رصيد كبير من الاعمال السينمائيه والدراميه وكمان له بصمه كويسه في قلوب الناس. ونذكر له مثلا على سبيل المثال وليس الحصر افلام زي امير الظلام ومافيا وكمان حلم العمر، ومسلسلات زي كناريا وشركاه والناس في كفر عسكر واميره من عبدين وكمان حديث الصباح والمساء اللي تقريبا لم نص ممثلين مصر فيه. واللي فعلا بقى مختفيه من فتره كبيره جدا الفنانة الجميلة وصاحبة خفة الظل عائشة الكيلاني، واللي حاليا ملهاش أي تواجد بالمرة حرفيا. وآخر عمل أذكره لها كان مسلسل أبو ضحكة جنان مع الفنان أشرف عبد الباقي. الفنانة عائشة الكيلاني ليها بصمة عند معظم المشاهدين بأدوارها الجميلة وخفيفة الظل، والواحد برضه يذكر لها من ضمن أعمالها الجميلة أفلام زي الشيطانة التي أحبتني والمنسي وسيداتي أنساتي، ومسلسلات زي أرابيسك والإمام ابن حزم وأصله 5 صور وأعمال غيرهم كتير. نروح بقى للنجمة الجميلة
وصاحبة الرصيد الفني الكبير نجلاء فتحي، واللي للأسف ما بقتش موجودة على الساحة الفنية تماما. وبصراحة كده مش عارف ايه عدم تواجدها على الساحة بالشكل ده. الفنانة نجلاء فتحي قدرت تتنوع في أدائها ما بين الدرامي والرومانسي وحتى الكوميدي، ومن فترة كبيرة ما بقتش موجودة لا في أي عمل درامي أو سينمائي. وبصراحة الواحد ما بقاش عارف هل ده بسبب قرار منها هي شخصيا ولا لندرة الأعمال المناسبة، ولكن يظل رصيدها القوي متواجد بقوة زي فيلم المراية وحرام الورقة وموعد مع الحبيب وكمان أنف وثلاث عيون وحب وكبرياء وأحلام هند وكاميليا والجراش وغيرها كتير أعمال متنوعة وممتعة. وغير الفنانين اللي قلناهم، في فنانين كتير يعتبر غيابهم عن الساحة الفنية لغز كبير ومحتاجين نعرف ايه هي أسبابه. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار. وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.